25 جنيه في الفرخه الواحده بس. كده احنا شيلنا الوركين. بتيجي بقى من بدايه الصدر من عند الشوكه زي ما قلنا، ادي تمشي الكزلك بتاعك او السكينه بتاعتك كده جنب العظمه او جنب شوكه الصدر اهو، لو حضراتكم شايفين بنفس الشكل ده. تمام كده. وبعد كده لو في المجزر بقى بيلموا اللحمه دي كلها كده من على الظهر الاول. افضل طريقه يا جماعه لخلي الدجاج لاستخراج الشيش طاووق والبانيه، طبعا بتعدوا افضل الاكلات اللي هي الشيش طاووق والبانيه، ومعظم ستات البيوت او امهاتنا ما بتعرفش ان هي تستخرج البانيه في البيت. دلوقتي جبت لكم فرختين بنفس الشكل ده. تمام. هنعمل لكم فيها طريقه لخلي لاستخراج البانيه والشيش طاووق من الفرختين دول. طبعا معظم الناس وفي ناس كتير كلمتني او ناس كتير من امهاتنا بتسال انه اوفر ان احنا نجيب البانيه والشيش طاووق من محلات الدواجن ولا الافضل ان احنا نعمله في البيت. هو الافضل والاوفر ان انت تعمله في البيت. ممكن تجيب الفرخه بنفس الشكل اللي انا وريت لكم الفيديو ده، تجيبها من عند بتاع الفراخ او من محلات الدواجن وتعملها في البيت. هيوفر معاك في كل فرخه اقل كلام من 20 ل 25 جنيه من فرق ان انت تاخدها كده وان انت تشتري بانيه لوحده او تجيب شيش طاووق لوحده. هنطلع من الفرخه دي اكتر من كذا اكله بس فيديوهات تانيه ان شاء الله. هنعمل لكم طريقه خفيفه وطريقه جديده للناس اللي هي لسه في البيوت مش عارفه، او كل ست بيت مش عارفه ان هي تعمل شيش طاووق ازاي، او تخلي الفرخه عشان تطلع شيش طاووق بكل سهوله وتخلي البانيه. معايا دلوقتي بالخطوات، امشي زي ما انا بعمل كده في الفيديو، وان شاء الله مع الوقت مره في مره هيبدا ان انت او كل ست بيت هتبدا ان هي تكون محترفه في استخراج الشيش طاووق والبانيه. معايا بالخطوات. معايا مثلا فرختين بنفس الشكل ده. تمام. ادي اول فرخه. اول حاجه يا جماعه في الشيش طاووق والبانيه طبعا كده احنا ما بنستخدمش الجلد او ما بنستخدمش الجلد في الفرخه، فعشان كده احنا مش هنحتاجه خالص. يعني احنا مش هنخاف على الجلد. تمام. هنشيله بنفس الشكل ده، يعني احنا مش محتاجينه، عشان كده مش هنخاف عليه. هنشيل الجلد خالص من على الفرخه الاول قبل ما نخلي. يعني في واحد يقول لي هنشيله بعد ما نخلي، لا احنا هنشيل الجلد قبل الخلي خالص زي ما حضراتكم شايفين كده. كده احنا شيلنا الجلد اهو من على الفرخه بنفس الشكل ده، من على الوراك خالص ومن على الصدور، ونسيبه زي ما هو كده. ممكن نسيبه زي ما هو كده. عايزين نشيله خالص نشيله خالص كده. ادي شيلنا الجلد من على الفرخه. تمام. الطريقه دي سهله جدا للناس اللي لسه مبتدئين او لكل ست بيت عاوزه توفر وعاوزه تعمل البانيه والشيش طاووق في بيتها. طبعا تعملوا بنفس الطريقه كده. احنا شلنا الجلد خالص زي ما حضراتكم شايفين، شلنا الجلد من على الفرخه خالص بنفس الشكل ده. هنبدا ان احنا هنعمل زي ما انا بعمل كده بالخطوات واحده واحده بالراحه. بص الوركين هتعملهم كده، طلع على المطين بنفس الشكل ده، طلع على العظمتين وطلعهم بنفس الشكل ده. بعد كده يا جماعه هناخد الكزلك بتاعنا. تمام. وهناخد من عند بدايه الورك اهو بنفس الشكل ده بالراحه كده. بص الكزلك بتاعنا عامل ازاي اهو اللي بنشتغل بيه. بناخد من عند الورك كده بالراحه اهو. ويا ريت يا جماعه اللي استفاد من الفيديو ده يدوس لايك ويشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصله اشعار بكل فيديو جديد. لو استفدت حاجه ممكن تقدر ان انت تبعت الفيديو ده لاي حد من اصحابك تشيره عشان يوصل اكبر عدد من الناس. زي ما حضراتكم شايفين ادي الورك اهو بنفس الشكل ده، خرج بنفس الشكل ده. وادي الورك الثاني. بصوا بقى اهو، طريقه سهله خالص ومبسطه. اي واحده واي ست بيت تقدر ان هي واي ام في البيت تقدر ان هي تعمل الشيش طاووق بنفس الشكل ده. كده احنا شلنا الوركين اهو. تمام. بكل سهوله، يعني مفيش اي صعوبه كده، بكل سهوله. هنبدا نخش والطريقه الافضل اللي هي بقى بتلم معاك البانيه كتير ما تهدرش فيها. كده احنا شلنا الوراك، نبدا نخش على الصدور زي ما حضراتكم شايفين بنفس الشكل ده. تبقى من الصدور زي ما حضراتكم شايفين. ادي الصدر اهو بتمشي فينا عظمه او الشوكه بتاعت الصدر زي ما حضراتكم شايفين، بتمشي عليها بالكزلك كده. يعني بص اهو كده احنا ماشيين بالراحه عشان خاطر الناس تاخد بالها. تمشي عليها بالكزلك زي ما حضراتكم شايفين كده اهي. تمام. ادي العظمه اهي الشوكه بتمشي عليها كده بالراحه وتوصل فين؟ لحد الصدر تحت. بص اهو كده احنا ماشيين جنب الصدر اهو. تبدا ان انت تدخل الكزلك كده في الحته الفاضيه دي. تمام. دي بيستخدموه في المجازر، بيستخدموا الطريقه دي في المجازر عشان خاطر تلم افضل كميه من البانيه. بصوا حضراتكم شايفين كده. في حاجه كمان بقى دلوقتي هنوريها لكم مع بعض كده اهوت. كده بتنزل هنا كده. احنا دخلنا ده مفصل الجناح وده الجناح. بدايه بقى في ناس بتقوم جايه لفه كده بتوع المجزر بيلفوا كده من تحت من عند العظمه الثانيه شايفين، وياخد كل اللحم اللي هو على الشوكه كده اهو. تقدر انت بقى كل ده توفره وتاخده معاك في البانيه زي ما حضراتكم شايفين. تمام اهو كده. ادي الفص الاولاني
وياخدوا حته كمان من الجناح زي ما حضراتكم شايفين كده. بصوا بقى الطريقه دي بتلاقي معاك كل ده سياده في الجناح في الصدر. الحته ديت بتلاقي اصلا في اصحاب المجازر بيطلعوها كده زي ما حضراتكم شايفين. ادي ده الفص البنيه اهو، تمام زي ما حضراتكم شايفين كده. يلا نخش على الناحيه الثانيه. خش بقى يعني نفس الشكل برضه، بتجيب من هنا كده بتمشي كاسدك من على العظمه دي اهي بالراحه كده، توصلها لتحت الاول بحيث ان انت توصل لتحت كده اهي، وبعد كده تلف الكاسدك وتمشي كده. دي افضل طريقه بقى، دي اسهل حاجه عشان احنا نعلمها لكم تعلموا بيها الايه البانيه والشيش طاووق. تيجي بقى عند العظمه دي اللي هي الشوكه دي اهي. بص بالراحه كده تنزلها، تمشي عليها كده. بص اهو تمشي عليها، نزلت اهي، تتك عليها لتحت كده كده. دي بقت لوحدها اهي. ادي نكمل بقيه الصدر كده زي ما حضراتكم شايفين اهو. طبعا احنا شغالين بالراحه عشان خاطر الناس تاخد بالها كده. بتبدا تلم اهو حاجات زي كده بتيجي برضو في البانيه بالنسبه لشغل المجزر. اما في البيت يعني بعض الناس ما بتستخدمش الحاجات دي. بص على العظمه دي اهي، العظمه زي دي كده بتقوم عامله عليها بالكسده كده وتنزل كده اهو بصبعك كده، خدت اللحمه اللي عليها تمام اهي زي ما حضراتكم شايفين. ادي الفص الثاني او ادي الجزء الثاني من البانيه زي ما حضراتكم شايفين اهو. ده كل ده بتجيبه لو انت بتجيب من محل، بتلاقي الحاجات دي كلها في قلب الصدور معاك زي ما حضراتكم شايفين كده. هناخد فرخه ثانيه وادي الهيكل اهيت بقى. الهيكل ده تقدر تعمل بيه افضل شوربه خضار على الاطلاق في البيت. ما تجيبش الماجي او تجيب المرقه الدجاج من السوبر ماركت، لان طبعا مرقه الدجاج ديت ما بتكونش كويسه او بتكون مضره او ما بتكونش صالحه. الهيكل ده تقدر انت تستخدمه وهنعمل لكم بيه شوربه خضار. يعني لو انت عندك او هتعمل اي اكل، سواء هتعمل رز او هتعمل مكرونه او هتعمل اي اكل، والافضل ان انت ما تجيبش مرقه دجاج او الماجي تدخلها في الاكل بتاعك. ده في المحلات الفراخ الهيكل على بعض زي ده يعمل لك حله شوربه كويسه جدا، حله شوربه صغيره او حله شوربه وسط، تقدر انت تحطها على بعد ما تستوي. الهيكل ده في قلب الشوربه تقدر انت تزود بيه الاكل افضل من ان انت تجيب الماجي او تجيب مرقه الدجاج. ده بتسلقه وبعد كده بتاخد الميه بتاعته بتحطها بتزود بيها الاكل. نعمل الفرخه الثانيه. بعد كده بنشيل الجلد برضه زي ما عرفناكم كده في اول مره. ادي الجلد اهو بنفس الشكل ده تمام. معاكم شايفين كده بنشيل الجلد كده الاول من على الفرخه خالص بنفس الشكل ده. بننزل كده ادي الجلد اهو كده، ما بيبقاش عليها اي جلد خالص بنفس الشكل ده. نبدا ان احنا نطلع الوراك. دي طريقه جديده حابين احنا نعرفها لكم. بتفصل الوركين كده، بتيجي من هنا، ننزل بالكاميرا، بتيجي كده اهوت من عند الوراك زي ما حضراتكم شايفين كده. تطلع الوراك الاول اهو. دي بتكون افضل من ان انت تجيب من محلات الفراخ وبيكون اوفر. يعني ممكن توفر لك الفرخه 20 جنيه او 25 جنيه في الفرخه الواحده بس. كده احنا شيلنا الوركين. بتيجي بقى من بدايه الصدر من عند الشوكه زي ما قلنا، ادي تمشي الكاسدك بتاعك او السكينه بتاعتك كده جنب العظمه او جنب شوكه الصدر اهو. لو حضراتكم شايفين بنفس الشكل ده تمام كده. وبعد كده لو في المجزر بقى بيلموا اللحمه دي كلها كده من على الظهر الاول. بتيجي عند عظمه الشوكه دي تنزل كده اهو. ادي الفص او الجنب التاني من البانيه. كل ده بيكون زياده ايه في الصدر. الناحيه التانيه تتك برضه العظمه دي كده اهوت، توصلها للاخر الاول. بعد كده بتنزل على الشوكه اهي. الشوكه اهي تك عليها بسرعه كده تنزلها لتحت كده، نزلت اهي. تبدا بقى تلم اللحمه دي كل ده اهو، تلمه كده. تيجي عند المفصل، في نهايه المفصل من هنا، انزل بالكاميرا كده اهو. ادي الوراك اهي. دول الوراك. تفتح الورك طبعا من جوه زي بنفس الشكل ده، وبعد كده بتخش تحت العظمه اهي كده كده كده. ده الورك اهو
السلوك اللي بعده. طبعا الفراخ لما تكون مشمعة في التلاجة أحسن ما نشتغل فيها وهي طازة. ده كده الوراك اهو، قطعها بنفس الشكل ده. طبعا بقى كل واحد على حسب ما هو بيحب حجم الشيش طاووق بتاعه، سواء كان قطع صغيرة أو قطع كبيرة. ديت الصدور، بنشيل عظم، بنشيل الموزة دي كده، بنقول على الموزة بتتشال كده، الموزة دي بتيجي نصين. بعد كده بنجيب الصدر ده نصين برضو كده أو بنفس الشكل ده، وتخليه قدام منك كده أهو، قطعة زي دي كده. تشيل الموزة الأول تجيبها نصين كده، بعد كده برضو نقوم جايبين دي نصين اهو. لازم يكون مكعبات عشان في الشكل يكون كويس معاه. وكده بقى احنا وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبك الفيديو او استفدت اي حاجه من الفيديو اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد.